ازيكم يا جماعة؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الحزن الكروي اللي احنا بنقدمه. خروج منتخب مصر من بطولة أفريقيا، فريق على الله إن شاء الله، فريق المطاريد. بقينا مطرودين من كل البطولات الحمد لله. نلعب في أجواء أفريقية نخسر، نلعب في أجواء عربية شبه أجواءنا نخسر، لعبنا بمدرب أجنبي وخسرنا، وجبنا المدرب الوطني وخسرنا برضو. حتى البطولة العربية رحنا لعبنا بفرقة غير فرقتنا خالص وبرضه خسرنا. طبعا مش هنتكلم عن المنظومة الكروية اللي كانت كلها على قلب رجل واحد يدعم المنتخب، من اول هاني ابو ريده لحد حتى حلمي طولان، اللي بالمناسبة كان متضايق جدا وكان منهار بعد خروج المنتخب من البطولة. هات لنا يا نصر ردة فعل حلمي طولان بعد خروج منتخب حسام حسن من بطولة افريقيا. والله معاك، الف مبروك. عامة الحمد لله على نعمة الخسارة، عشان ده فريق الصراحة ما يلعبش نهائي افريقيا ولا نص نهائي حتى. يعني احنا لو كنا قابلنا نيجيريا او المغرب بالاداء ده كنا هنتهلهل بصراحة يعني. وده ما هوش الجيل الذهبي للسنغال، يعني احنا بنلاعب فرقة عواجيز، وبانوا في اخر ربع ساعة لما قررنا ان احنا نضغط عليهم ونهاجم، وطلعنا بنعرف نهاجم. في اخر ربع ساعة بان ان احنا كنا نقدر نعمل حاجة، لكن هي طريقة حسام حسن زي ما قلت الحلقة اللي فاتت اقرع ونزهي، طريقة العقم الدفاعي اللي مصمم عليها. وحسام حسن طلع بعد الماتش بيقول ان الجماهير المغربيه كانت بتشجع السنغال عشان خايفين يلعبونا. يعني جماهير المغرب هتشجع السنغال ليه يا كابتن حسام؟ خايفين منك يعني؟ ده انت اسمنت يا سود تتمنى تلعبك بالاداء اللي يقرف ده. الشناوي طبعا خلاص مش هنتكلم عن الجون اللي جه فيه ولا هنتكلم عن المرض. الراجل يعني عنده بتر نفسي في دراعاته، ما بيمدش ايده غير لربنا تقريبا. لكن ما يمدش ايده على الكوره. على راي كابتن محمود بكر الله يرحمه قال لك طويل على الفاضي. طبعا كابتن حسام حسن التشكيل والطريقه خلاص بقى مش هنتكلم عنه. يعني فين اللعب يا كابتن حسام؟ فين الجمل؟ فين الطريقه؟ فين انا؟ فين دي؟ فين دي؟ وبعدين يعني دول 4 محترفين وانت اللي اسطوره يعني يا كابتن حسام. وايه تبديل التريزيجيه دي؟ يعني تريزيجيه اصلا في مركزه الكوره بتجيله ويقول لك انا لسه هستلم واسلم والف وباصي. يعني هو تريزيجيه اصلا في مركزه مش نافع، تقوم تلعبه باك شمال؟ هل تريزيجيه مثلا وعدك يرجعك الاهلي يا كابتن حسام؟ هو الراجل مش نافع في الهجوم، بتلعبه دفاع ليه؟ طبعا اللاعب الاهم في الجيل ده قيمه والقامه كابتن محمد صلاح. انا مش بتريق عليه، انا ده في السين، بس انا هتريق. كابتن محمد صلاح كل ماتش يقل عن اللي قبله في الاداء والحجم. يعني هو كان بادئ محترف بقى ربع محترف، اخيرا تمن محترف. هو هيصغر اكتر من كده انا مش عارف. كابتن محمد صلاح من ساعه ما جبناه يحتفل براس السنه بره انجلترا وهو مش على بعضه. هو الراجل خلاص اتعود على اجواء معينه، هو مواليد حواري ليفربول احنا عارفين، فما ينفعش يحتفل بره. والله هو ما قدمش بجنيه في البطوله دي، وحسام حسن خايف يطلعه. يعني محمد صلاح ما بيتبدلش ليه؟ انا مش عارف. امام عاشور وحش، زيزو وحش، مرموش وحش، الفرقه كلها كانت بصراحه اسوأ اداء في البطوله، والسنغال ما كانتش احسن حاجه زي ما قلت. فمش عارف، ربنا يستر على كاس العالم. انا شايف ان حسام حسن كفايه عليه لحد كده، مش مدرب منتخب بصراحه، مدعي المظلوميه بره الملعب وجوه الملعب. مشكله والله بجد ان المنتخب ده من ساعه جيل حسن شحاته واحنا كنا خلاص فقدنا الشغف فيه، لكن كل فتره كده يجي فريق يبدا يعمل حاجه فتبدا تشجع، فتبدا يرجع لك الشغف، وبعدين الخازوق المغري نخسر خساره اللي هو ما كنا خسرنا من بدري. يعني ماتش المغرب ونيجيريا، طبعا الفرقتين كانوا يستحقوا، المغرب حسمتها بالبلانات الحمد لله. النهائي هيبقى المغرب والسنغال، اتمنى المغرب يعني تكون بطوله عربيه ان شاء الله. وخلاص بقى احنا ماتش نيجيريا يا رب ننسحب او اي حاجه، لان احنا لو لعبنا بنفس الاداء ده هنشيل من نيجيريا سكور، فربنا يستر على اللي جاي. شكرا.